السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. الشتا دخل علينا بقى وعايزين شوربة تدفينا. هنعمل النهاردة شوربة تركية حلوة قوي. هجيب الخلاط بتاعي واحط فيهم 3 طماطميات كده، مع فصين توم، مع قرن فلفل احمر. تمام. واخلطهم في الخلاط بتاعي، مش مهم تصفيهم. تمام بقى. واجيب كده حلة على النار واحط فيها مادة دهنية، واحط جزراية كبيرة كده مبشورة واشوحها مع الزبدة او اي مادة دهنية اللي انت ايه هتستعمليها. ممكن هتحط في المرحلة دي معلقة دقيق، بس انا ما حطيتش. تمام، لاني انا في مكون هحطه في الاخر هيقوم بعمل الدقيق. هحط بقى الخليط اللي انا خلطته في الخلاط كده على الجزر واسيبهم بقى واغطيهم بعد ما احط ملح وفلفل. مش اكتر من كده. بحط شوية شوربة، عندي كيس شوربة طلعته. آه انا لما بسلق الفراخ بحط كيس الشوربة في الفريزر. بطلع كيس الشوربة وقت ايه محتاجه، فبينفع طبعا في الشتاء. هسيبهم بقى يتسبكوا بالشكل ده كده، واجيب بقى نص كوباية شعرية او لسان العصفور. هو مفروض لسان العصفور بس انا ما كانش عندي فحطيت شعرية. واسيب بقى ايه الشعرية تستوي اهو زي ما انتوا شايفين كده. مش قادرة اقول لكم طعمها تحفة. اعمليها وجربيها قولي رأيك ايه. ودي شوربة تركية بيعملوها هناك. لايك كتير للفيديو واسيبكم في رعاية الله.